طيب. آه، احنا كنا اول حاجه عملناها لسه ما فتحتش اصلا الشير سكرين. ماشي. تمام كده واضح. اعتبره واضح. ماشي. آه، احنا كان اخر حاجه عملناها، كنا بنينا الجينيريك ريبو باترن، وبنينا برضو اليونت اوف ورك. عملنا انترفيس بتاعهم وبنيناهم، وكل حاجه كانت المفروض لحد هنا كده تمام. ماشي. فاحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا المفروض ان احنا هنبدا نمشي على البوينتس دي، هنبدا ان احنا نطبقها. طب هو احنا هنطبق ايه اصلا؟ المفروض هنطبق حاجه اسمها سبيسيفيكيشن باترن. طيب السبيسيفيكيشن باتر ده هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن الوير اللي بنتكتبها، والانكلود، ماشي، والاوردر. ولو بعمل اوردر باي descending بقى او ascending او كده. تمام. طيب انا دلوقتي عايزين بس نراجع كام حاجه كده. اول حاجه فيهم عايزين بس نعرف احنا الفلو بتاعنا بتاع الاركتكتشر اصلا هيمشي ازاي. يعني انا لما واحد يبدا يخش عندي السيستم، المفروض ايه هو اول حاجه هيكلمها، الدنيا هتمشي ازاي معاه. طيب دي انا قعدت عملتها دلوقتي، احنا كنا المفروض نعملها سوا بقى يعني، بس قلت قعدت عملتها. انت دلوقتي اللي هيخش لك عن طريق ايه؟ اي بي اي، صح كده؟ طيب الاي بي اي دوت، اول لما يبدا يبعت ريكوست للباك اند، ايه اول حاجه بيخش عليها؟ بعد طبعا لما يعدي من الميدل وير والكلام ده كله في الكود بتاعك، بقى اول حاجه هيخش عليها ايه هي؟ هيكون الكنترولر. طيب الكنترولر اللي عندنا، هل هو فيه لوجيك؟ ما ينفعش الكنترولر بتاعنا يكون فيه لوجيك، وما احنا عاملين السيرفيس ليه؟ عشان الكلام ده. فالكنترولر بيبدا انت مثلا عايز تجيب مثلا حاجه ليها علاقه مثلا بالبرودكت، ببدا اخش مثلا على البرودكت سيرفيس. تمام. طيب السيرفيس بتاعت البرودكت دي المفروض جواها ايه؟ انا جوه السيرفيس دي، هل انا عارف انا في عندي حاجه اسمها، اقدر اكلم بيها داتابيز اسمها مثلا برودكت ريبوزيتوري مثلا او كده؟ لا، احنا بانيين جينيريك ريبو. انا اللي بقول له تجيب ايه وما تجيبش ايه. فبالنسبه لي كده السيرفيس دي هتتعامل مع ايه بقى؟ هنا يبدا بقى شغلنا اللي احنا اشتغلناه. تبدا تتعامل بقى مع اليونت اوف ورك، تنده لليونت اوف ورك دوت، تقول له والله انا عايزه اني ريبو، انا عايزه مثلا البرودكت ريبو. فيبقى خلاص اليونت اوف ورك عارف ان هو هيجيب اني ريبو، البرودكت. هيشتغل مع اني في الداتابيز البرودكت. تخيل مثلا احنا هنجيب جيت اول، مثلا جيت اول برودكت. فخلاص انا دلوقتي جالي اليونت اوف ورك، قال لك انا ايه هو اللي هيتكلم ويروح يجيب ايه؟ الريبوزيتوري بتاعنا. راح اليونت اوف ورك، جاب الريبو، تمام، وجاب البرودكت، تمام، وقام رايح الداتابيز، جاب البرودكت ريبوزيتوري، وقام رايح للداتابيز عشان يجيب ايه؟ جيت اول. يبقى انا كده رايح الداتابيز عشان اجيب ايه؟ عشان اجيب جيت اول برودكت. تمام. طيب دلوقتي انا عندي مشكله كبيره كمان. ايه هي؟ تخيل مثلا انت دلوقتي، انا بدل ما انا همشي بالفلو دوت، انا عايز امشي ان انا بدل ما اجيب جيت اول برودكت، عايز اجيب مثلا البرودكت مثلا معاها مثلا الكاتيجوري. يعني انا عايز اجيب برودكت، عايز اللي يرجع لي يكون برودكت، تمام، بلس كاتيجوري بتاعته، اسم الكاتيجوري بتاعته وهو راجع. تمام. كاتيجوري. طيب انا دلوقتي عشان اعمل دي، عشان ارجع دي، هرجعها ازاي؟ يعني كده انا محتاج جوين، محتاج ان انا اعمل انكلود وجوين وحاجات كتير، صح كده؟ طيب ارجع روح للكنترولر، روح للسيرفيس، روح لليونت اوف ورك، هتجيب البرودكت. جبت الريبو بتاع البرودكت، جبت منه ايه؟ جيت اول برودكت. طيب تعالى نرجع كده للكود بتاعنا بتاع الريبوزيتوري باترن بتاعنا. بص احنا هنا عندنا حاجه اسمها مثلا جيت اول برودكت مثلا، ويز كاتيجوري. يعني هعمل الانكلود بتاعتي فين؟ فين هعمل الانكلود والوير والكلام ده كله؟ قال لك انت الانكلود، معلش انا قفلت قال لك الانكلود عشان لما نيجي نعملها، بنعملها في الطبقه مثلا بتاعت السيرفيس دي. واحد طلع قال احنا هنعملها مثلا في الطبقه بتاعت السيرفيس. تمام. طيب انا اقول لك هنا وانت بتعملها في الطبقه بتاعت السيرفيس، هل ده كده مش هيبقى حمل على السيرفيس مثلا؟ اللي انت مثلا انت دلوقتي جبت البرودكت ايه والكاتيجوري، دوست ايه؟ عملت دوت انكلود، صح كده؟ يعني انت جبت الريبو كله عندك، جبت الداتا حملتها كلها عندك، وبعد كده قمت عامل دوت انكلود وقمت جايبها. طب الكلام ده طبعا كله مش هينفع. يعني انت هتعمل انكلود ازاي وانت رايح للداتابيز؟ الجوين ما اتعملش جوه اصلا. انت رحت جبت البرودكت كلها عندك الاول، وجاي تعمل هنا في السيرفيس دوت انكلود. طبعا الكويري كده انت بنيتها اصلا وخلصتها ورجعت لك، وانت بقى فاكر ان انت تعمل انكلود هنا. يعني هتعملها ازاي؟
من غير ما اتكلم الداتابيز. احنا عايزين الكلام ده كله يحصل في داتابيز ترجع لي كل ده. ماشي. طيب انا دلوقتي تخيل احنا حلينا المشكله دي، البرودكت والكاتيجوري. هاجي لك انا بكره اقول لك حاجه حلوه قوي، انا عايز البرودكت زائد الكاتيجوري، وعايز اعمل والله مثلا ان اللي الكاتيجوري بتاعتها مثلا ان الاي دي بتاعتها مثلا ايكوال واحد. تمام. طيب انت رحت عملت ايه كنت في الاول؟ رحت انت بنيت ريبو جديده عشان تقدر تجيب من غير بقى ما تعمل انكلود في السيرفيس وكده. رحت هنا في الريبوزيتوري، قمت عامل حاجه جديده. تمام. وقمت قايل لك والله جيت اول باي كذا 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 وبنيت الجينيريك بتاعها ومفيش اي مشكله. طيب انت دلوقتي هتعمل ايه؟ انا عايز بقى بالاي دي. هل هتروح تعمل ريبو تانية جديدة برضو بس هتقول لك مثلا برودكت وكاتيجوري وير ان الاي دي بتاعك كذا؟ طب اتخيل انا جيت لك بعديها بيوم قلت لك عايز البرودكت والكاتيجوري، ومثلا اللي الاي دي اللي مثلا اللي البرودكت بتاعها البرايس مثلا بتاعه اكبر من 100 مثلا، هتروح تعمل ريبو جديده. طب بعد بكره قلت لك بعد ما البرايس بقى ايكوال اكبر من 100 اعمل لي اوردر، اعمل لي اوردر برضه. كل دي انت عمال تروح تعمل ميثود. تمام. بتوصلنا يعني لنقطه يعني اسمها ميثود اكسبلوجن. ميثود اكسبلوجن دي اللي انت دلوقتي شغال من غير سبيسيفيكيشن. انت بتعمل ايه؟ انت كل ما يجي لك الفرونت اند او البيزنس بتاعك يقول لك انا عايز افلتر بحاجه او عايز اعمل جوين لحاجه، بتروح تعمل ميثود جديده. تمام. طب انت هتروح اصلا تعمل ميثود جديده فين؟ يعني هي دي الفكره بقى، بعد كل ده بعد ما انت رحت تعمل ميثود هتروح تعمل ميثود جديده دي فين؟ وانت اصلا عندك الريبوزيتوري باترن بتاعك جينيريك. يعني انت ما ينفعش تيجي هنا تاني، خلاص ما ينفعش تلمس ده. الجينيريك ريبو ده انت ما ينفعش احنا نلمسه تاني. انا بقول له هنا والله جيت اول اسync. خلاص انت هتجيب لي كله، ما اعرفش انا بقى حاجه تاني. هم الخمسه ميثود الاساسيين بتوعنا. هل بقى انا هروح افتتهم بقى واقول له جيت اول برودكت؟ طب ما ده كده هيبقى ايه لازمه الجينيريك لما انا اروح اعمل ريبوزيتوري مثلا للبرودكت وريبوزيتوري للكاتيجوري وكل واحد يبقى ريبو لوحده؟ وساعتها كنت اقول لك اه بقى انت كده مش ماشي على الاركتكتشر والدنيا سايحه على بعضها. روح والله للدومين كده، روح على كونتر اكت كده وابدا اعمل بقى هنا الريبوزيتوري كلها. افتح بقى اعمل هنا ريبوزيتوري باترن من غير جينيريك ولا حاجه، وابدا اكتب بقى مثلا برودكت. ابدا اكتب بقى هنا مثلا كده برودكت بقى ريبوزيتوري برودكت ريبو، وابدا اكتب هنا مثلا كاتيجوري ريبو، وابدا اكتب هنا كذا كذا. والله جوه البرودكت ريبو انت هتعمل ايه؟ عندك اصلا خمسه ميثود اساسيين اللي هو جيت اول وجيت باي اي دي وابديت وديليت واد. انت كده عندك اصلا خمسه اساسيين. انت بقى كل شويه تروح جاي تعمل ايه؟ بص بقى هنا المشكله اللي احنا هنحلها. احنا قلنا الاول نتفق ان احنا نعرف المشكله. طيب انت اصلا مش ماشي على، هنعتبر ان انت مش ماشي على جينيريك. يعني عشان تعمل اصلا حاجه زي دي انت مش ماشي على جينيريك. فخلاص هتروح تبني برودكت ريبو ولوحده وتعمل حط فيه الخمسه الاساسيين، وهيبقى في كاتيجوري برضو فيهم الخمسه الاساسيين مثلا. هتيجي بقى للبرودكت، يلا بقى هات لي البرودكت بلس الكاتيجوري. هتروح تعمل ايه؟ هتروح تبني ميثود جديده. يبقى انت كده زودتها بقت ايه؟ فتحت. بص انت اول حاجه اصلا انت كده يعني عملت حاجه غلط، او انت ما طبقتش السوليد عن طريق ايه؟ الاوبن كلوزد برنسبل. اوبن كلوزد انت بيقول لك انا اوبن فور اكستنشن كلوز فور موديفيكيشن. انت خليتني كده اوبن فور موديفيكيشن. انا فتحت وزودت حاجه في الميثود بتاعتي اهو بلس 1. طيب البرود انا هاجي لك بكره بقول لك ايه؟ برودكت بلس الكاتيجوري اللي الاي دي مثلا بتاعها بواحد، او هيكون وير مثلا اللي انا عايز الاي دي بتاعها بكذا. هتيجي هنا مثلا هتحاول تعدل في الميثود دي، هتلاقيها ما تنفعش ومش هتنفع. هتلاقيها ما نفعتش معاك، هتروح رايح مزود ميثود تانية. هتسمي الميثود ايه مثلا؟ جيت مثلا اول برودكت وير ان الاي دي اوف كاتيجوري ايكوال وير الاي دي اوف كاتيجوري باي الاي دي اوف كاتيجوري. تمام. ودي كده تبقى ميثود بتاخد منك مثلا الاي دي بتاخد منك البرودكت بتاعك عشان تجيب الاي دي بتاعك والاي دي اللي انت عايز تجيبه. طب انت كده زودت واحده تانية. هتيجي بعد بكره الموضوع اللي احنا قلنا عليه، قلت لك عايز البرودكت والكاتيجوري وعايز افلتر بالبرايس الاعلى من 100 وفي نفس الوقت رتبهم لي بالاوردر. انت فاهم الفكره؟ خلاص هتروح تعمل ميثود تانية وتروح عامل. طب الكلام ده ينفع؟ احنا عمالين خلاص بوظنا السوليد خلاص عندنا في المشروع. مبقاش في حاجه اسمها اوبن فور اكستنشن كلوز فور موديفيكيشن. انا مبقاش في حاجه اسمها عندي كلوز اصلا. كل شويه بفتح بزود ميثود وشويه اعدل على ميثود اخربها واروح فاتح غيرها واروح وهكذا. طب انت اصلا احنا الكلام ده كله احنا في غنى عنه. احنا شغالين جينيريك اصلا. احنا ليه هنتعب نفسنا بالكلام ده؟ خلاص. قال لك بقى يجي هنا بقى ايه؟ موضوع السبيسيفيكيشن. بص السبيسيفيكيشن باترن انا عايزك تعتبره كمثلا كايه؟ كمخزن كده مثلا. هيكون فيه الثلاثه ميثود دول. يعني من الاخر كده انا هعمم الثلاثه ميثود دول. خلينا بس نمسح الكلام ده.
بص، انا دلوقتي اعتبر ان انا عندي مخزن، ماشي. المخزن ده انا عندي فيه ثلاثة ميثود اساسيين. هقول له والله انا عندي الميثود انا هستخدم ايه مثلا كابليكيشن كله. والله انا ممكن اعمل وير، ايا كان ايه هو الوير، انا يهمني ان في وير، ما ماليش دعوه بقى يا ايه وير ايه. يبقى انا كده محتاج وير، محتاج انكلود، محتاج ايه تاني، محتاج ان انا ممكن اعمل اوردر واي حاجه تانية. يعني في حاجات كتير ممكن نضيفها هنا. على فكره احنا قدام شويه هنضيف هنا باجينيشن، ما كناش هنضيف اصلا النهارده. انا عايز اعمل باجينيشن، عايز اقول له والله اللي هيجي لك دوت انا عايز الصفحه الاولى بسبع منتجات، عايز الصفحه التانية برضه سبع منتجات. فهو لازم يعمل سكيب هنا ويعمل تيك للسبعه دي، هيعمل سكيب لاول سبعه ويعمل تيك لتاني سبعه. فاهم الفكره؟ طيب، انت دلوقتي عملت ايه؟ جمعت كله في كلاس واحد، بدات تعمل اللي انت والله عندك وير وعندك انكلود وعندك اوردر وعندك باجينيشن. نيجي بقى نسال سؤال حلو قوي هنا. انت المفروض عندك في الكويري اللي انت هتبنيها دي، انت ممكن تكتب كام وير؟ يعني بالبلدي كده احنا ممكن نعمل كام وير في الكويري؟ يعني عملت لك مثلا سيلكت استريك مثلا فروم برودكت مثلا، وعايز اقول لك مثلا بكذا وير هنا. انت ممكن تعمل وير مثلا كده وهتكتب جواه حاجه، اكيد هتكتب بقى انت اند مثلا او اي حاجه او هكذا. بس هل ممكن تيجي بعديها وتروح كاتب دوت وير تاني؟ الكلام ده غلط، ما ينفعش. طب في الانكلود بقى، الانكلود هنا هنقلبها ليست. ليه بقى؟ ان انت افرض انت مثلا عندك وانت بترجع مثلا الاوردر مثلا بتاعك، انت الاوردر ده عايز تجيب مثلا صاحب الاوردر، وعايز تجيب البرودكت اللي الاوردر ده تبع ليه، وعايز تجيب مثلا الكاتيجوري بتاعت البرودكت اللي جوه كذا. فانت ممكن تعمل كذا جوين. احنا ممكن عادي نعمل جوين، والله اعمل له اول حاجه جوين بالبرودكت، واعمل له بعد كده جوين بال مثلا اليوزر، وبعد كده اعمل له جوين والله هات لي ايا كان بقى ايه هي، هات لي الكاتيجوري. في ثلاثة جوين. هبقى انا هلا انا اقدر اعمل دوت جوين واخلص واعمل دوت جوين تاني؟ اه. يبقى خلاص ما دام انت تقدر تعمل دي، يبقى دي عندنا هتكون ليست. بص بقى انا بحاول ايه، يعني بحاول اغطي كل حاجه عشان هو هيكون كلاس عندي واحد اقدر استخدم فيه ايه الحاجات دي كلها. تمام. طيب الاوردر نفس الكلام، يبقى احنا كده قلنا ان دي ليست. الاوردر نفس الكلام. هل انت ممكن تعمل مثلا اوردر باي وتيجي بعديها مثلا تعمل اوردر باي حاجه تانية؟ اه طبعا تنفع عادي في السكه. ممكن اقول له والله اعمل لي اوردر باي مثلا ال النيم مثلا، النيم بتاع البرودكت مثلا. ولو لقيت يا عم الاسامي زي بعضها اعملها لي اوردر بالبرايس مثلا، ابدا اعمل لي اوردر بالبرايس. دي ديسند دي من الكبير للصغير مثلا ديسندنج، ودي اسندنج من الصغير للكبير. عادي هقول له دوت اوردر باي ديسندنج اور دوت اوردر باي اسندنج. صح. يبقى انا كده ممكن، وممكن بعديها كمان اروح قايل له اوردر باي حاجه تانية تالتة خالص. فاهم؟ خلاص يبقى دي كده عندي بالنسبه لي برضه هتكون ليست، يبقى انا ممكن استخدم دي كذا مره. طبعا الباجنيشن هو واحد والوير هي واحد. تمام. يبقى انا كده كشكل مبدئي في السبيسيفيكيشن انا هبدا ايه، بدل ما الوير ديت هبدا استخدمها في كل ريبو لوحدها اللي هي اصلا مش هتنفع عندنا ان احنا ماشيين جينيريك. انا كده هجمع الوير دي كلها في حته واحده. والله انت مثلا بتطلب دلوقتي ريكويست عايز تروح تجيب البرودكت ان الوير بتاعته مثلا ايكوال مثلا ان البرودكت ده الكاتيجوري بتاعته مثلا كاتيجوري اي دي مثلا ايكوال 1، كاتيجوري اي دي ايكوال 1. تمام لو انت شغال كده مع البرودكت. طيب تعالى نشتغل مثلا مع الاوردر. يبقى انا كده اعمل ايه، هجيب ال ال البيس كويري. عندي حاجه اسمها بيس كويري. ايه هي البيس كويري اصلا؟ اللي هي كانت السلكت اول. والله سلكت مثلا استريك فروم برودكت. مش دي كانت اصلا الكويري البيزك بتاعتي؟ انا بسلكت استريك فروم برودكت بجيب الايه، كل المنتجات اللي عندي في البرودكت، البرودكت تيبل. طيب انت عايز تضيف عليها ايه بقى؟ ده كده البيس كويري ما اقدرش استغنى عنها. يعني دي واحده من الفانكشنز الاساسيه عندي اصلا في الريبوزيتوري باترن، اللي انا بقول له مثلا جيت اول او هكذا اهي. جيت اول اسync، انا بقول له ايه اصلا، بقول له هات لي الداتا كلها اهو. دي بست دوت تو ليست، تو ليست دي بترجع لي الداتا كلها. فخلاص انا كده تمام. طيب ايه بقى اللي هيكمل معانا؟ احنا عايزين نعمل والله كونديشن دلوقتي. طيب انت يا عم دلوقتي بالكونديشن اللي انت عايز تعمله دوت عايز تضيف ايه؟ عايز تضيف وير. خلاص والله هيبقى عندي كده هبعت لك انا بقى دلوقتي وانا ببعت الجيت اول دي. يعني انا بيكون عندي جيت اول، جيت اول اسync دي، جيت اول اسync. انت عندك كونديشن عايز تبعته، هتروح تملى لي الفايل ده كده، هتروح تملى لي الكلاس ده، هتملاه لي داتا. والله انا عايز وير ان الكاتيجوري اي دي ايكوال مثلا واحد. تمام، الكاتيجوري دوت اي دي ايكوال واحد.
عايز اعمل انكلود مثلا لكاتيجوري اي دي عشان اجيب النيم بتاعها، عايز اعمل انكلود للكاتيجوري. في نفس الوقت مثلا عايز اعمل انكلود مثلا لاي حاجه، عايز اعمل انكلود لمثلا الاوردر مثلا بتاعي عمل كام اوردر ايا كان ايه هو يعني. انت عايز ترجع الداتا دي بناء على ايه، ascending ولا descending، وبناء على ايه؟ والله انا دلوقتي مليت له الوير ومليت له الانكلود وهملا له الاوردر دلوقتي، اقول له والله انا عايز ارجعهم بناء مثلا على اللي البرايس بتاعه اعلى، ولو لقيت حاجه اللي البرايس بتاعها زي بعض ابدا اعمل لي اوردر تاني وهات لي يا عم رتبهم بالنيم اللي النيم بتاعه بالابجديه. طب انت عايز كام صفحه؟ انا عايز الصفحه الاولى. طب عايز الصفحه الاولى فيها كام منتج؟ انا عايز الصفحه الاولى فيها 10 منتجات. انت لميت لي بقى كده ايه السبيسيفيكيشن كله. دي كده طلباتك كلها، يعني دي كده خلاص الطلبات بتاعتك كلها. تبدا الطلبات دي بقى كلها اخدها كده اوديها على حاجه كده جديده عندنا هنشوفها اسمها ايه، ايفالويتور. ايفالويتور، ايوه البناء بالمعنى العربي يعني. الايفالويتور ده يعمل ايه؟ انا دلوقتي باعت له ايه؟ انا باعت له كود سي شارب. يعني انا باعت له فانسي مثلا الوير دي هتكون عباره عن ايه؟ عباره عن ديليجيت فانسي. والله وير ان البي برودكت جوز تو البي مثلا دوت كاتيجوري اي دي ايكوال الاي دي اللي انا بعته لك ده. مش ده ديليجيت؟ مش ده فانسي بيرجع لي ايه، ترو او فولس؟ ادي دي الوير. طيب انت الايفالويتور ده هيعمل ايه؟ ده كود، ده كود. انت الايفالويتور ده بقى هيعمل ايه؟ دور الايفالويتور ده بقى ان هو يحول لي الوير ديت اللي انا كاتبها كود، يحولها لي بقى لسيكوال. حاجه بقى اللغه تفهمها السيكوال. خلاص هو خد الكلاس ده كده كله، انت جمعت لي طلباتك كلها. ابدا بقى وديها لي الايفالويتور دوت يوديها لي يعملها لي سيكوال. وبعد يا عم ما تخلص تعالى بقى كده اخرج من هنا. خلاص انت جمعت بقى ايه الكلاس ده كله اتقلب سيكوال. حولت بقى الويرد، حولت بقى الوير ديت لسيكوال، وحولت الانكلود ديت لجوين، وعملت الاوردر باي بتاعتك تمام، وقلت لي اجيب ايه وما اجيبش ايه. تمام خلاص ارجع بقى، انت خلاص حولت الكلام ده كله لسيكوال، هاته كده الزقه لي هنا. انت خلاص عملت السلكت استريك فروم برودكت، وانت رايح بقى الداتابيز. بص بقى الحته دي إيه اللي هيحصل فيها. قبل ما تروح على الداتابيز روح لي بقى على السبيسيفيكيشن الاول. السبيسيفيكيشن بتاعنا الاول هتعمل ايه يا عم في السبيسيفيكيشن؟ قول لي انت عايز ايه عشان ما اروحش اجيب لك الداتا كلها. انا لو رحت دلوقتي بالريبو هجيب لك الداتا كلها. عندك جيت اول كاتيجوري مثلا او جيت اول برودكت، اروح اجيبهم لك كلهم من اول في الريبوزيتوري وفي الميموري بتاعت اليوزر، وبعد كده ارجعهم لك للسيرفيس، وانت في السيرفيس بقى تقول لي وير وكده وجوين. هتعمل جوين ازاي اصلا؟ يعني انا معلش مثلا اللي انا عامله دوت كله هيرجع لي مثلا في الاخر 3 رو. الفلتريشن اللي انا عامله ده كده كله، انت عارف انا من غير الفلتريشن ده انا كنت ممكن ارجع كام رو؟ انت متخيل؟ انا كنت اول حاجه ارجع لك البرودكت كلها. انا كنت ممكن ارجع لك مثلا 10000 رو، وانا اصلا محتاج ايه؟ محتاج الثلاثه دول بس. طب انت قدام اليوزر ايه اللي ظهر؟ قدام اليوزر ظهر الثلاثه بعد ما انت عملت ايه؟ عملت فلتريشن في الطبقه دي. فاهم؟ زي ما احنا لسه متكلمين عليها، عملنا حاجه اسمها كلاينت سايد ايفالويشن. انا جبنا الداتا عند الكلاينت كلها بس ما عرضنالوش كلها، عرضنا له اللي هو عايزه. شفت بقى وانت مش ماشي على الاركتكتشر ايه اللي بيحصل؟ انت جبت ال10 وبناء على الفلتريشن بتاعك بدأت تعرف بقى ايه، والله اعمل الفلتريشن دوت مانوال بقى مش بكلاس ولا حاجه، ورجع له الثلاثه بس ظهرهم له. والباقي بقى اللي هم هيكونوا بقى 9997 دول رجعهم له ارميهم في الميموري انا مش عايزهم دلوقتي. طب انت جبتهم ليه ما دام انت مش عايزهم اصلا؟ هنا بقى كانت المشكله. قال لك لا، خد بقى الكلام دوت، انت ما دام انت هتعدي على السبيسيفيكيشن ومعاك يا عم الطلبات، معاك الكويري كامله، انت انا داخله بقى دلوقتي مش داخله بسلكت اسك فروم برودكت وخلاص. ده انا زودت له كمان الايفالويتور ده، بنى لي الكويري بتاعتي اللي انا كنت كاتبها في الكلاس الوير والانكلود والجوين والاوردر والباجينيشن وكل حاجه، وزودتها هنا. بقت الكويري بتاعتي كامله. خلاص الكويري بتاعتي كامله، رايح بقى الداتابيز. هاجي اروح للداتابيز كده، انفذ بقى كل ده في الداتابيز. نفذ لي بقى كل ده. الداتابيز دي هتخرج لي بكام؟ 3 رو. من اصل كام برودكت؟ 3 رو اوف برودكت. من اصل كام؟ من اصل 10000. هترجع كده والله انا جبت لك الريبوزيتوري، هيرجع اليونت اوف ورك، هيروح مرجع للسيرفيس، السيرفيس هتروح مرجع للكنترولر على طول. خلاص الكورس كله عمل دوره، مش هفتي انا خلاص. انا رجع لي هنا 3. ايه هتعمل ايه تاني هنا؟ انت كده هتروح مرجعهم للكنترولر، الكنترولر يروح مرجعهم بالاي بي اي، يروح ظاهرين عند الراجل كده الثلاثه برودكت عندي 1 2 3 من غير اي حاجه. يبقى احنا كده عايزين نضيف ايه؟ حاجه اسمها سبيسيفيكيشن. حاجه اسمها سبيسيفيكيشن مهمتها ايه؟ مهمتها ان انا ما اروحش اجيب الداتا كلها من الداتابيز بعد كده فلتر باللي اليوزر عايزه. والله انت عايز بقى وير ان الاي دي ايكوال كذا، عايز تعمل جوين،
عايز تعمل اوردر، الكلام دوت هيتعمل هنا، مش هيتعمل عندي هنا. ادي دي كده المشكله. المشكله في ايه؟ ان انا كنت بروح الداتابيز اجيب الداتا كلها وافلترها بقى عندي، سواء بقى في اي طبقه بقى، ان كانت ايه، عايز تفلترها في السيرفيس، عايز تفلترها في الريبو، ايا كان الاثنين. انت اشتغلت اللي انت جبت لي الداتا كلها، وبعد كده عايز تفلترها عندي انا في اليوزر. طب انا مالي؟ انا طالب منك 3 رو بس، يعني الفلتريشن اللي عامله عايز 3 بس. حليناها ازاي او هنحلها ازاي سوا ككود وكل حاجه؟ عن طريق ان احنا نعمل سبيسيفيكيشن. في الوصف بيكون في وير، ويكون في انكلود، ويكون في اوردر، ويكون في الباجينيشن، كحاجات مبدئيه جدا. انت دلوقتي والله عايز الوير، خلاص اشتغل على البرودكت زي ما هو، وبعد ما تجيب لي السلكت استريك فروم برودكت دي، اللي هي موجوده فين يا جماعه، اللي هي السلكت استريك برودكت دي، اقول لك على حاجه. ده كده جينيريك ريبو صح؟ اهي الدي بي ست اللي انا دلوقتي بنده البرودكت. انا عملت ايه هنا؟ دي بي كونتكست دوت ست تي انتيتي، ده كده البرودكت. فاهم؟ طب انا فين الجيت اول بقى؟ جيت اول اهي، بقول له اويت دي بي ست دوت تو ليست از نوت تراكنج دوت تو ليست. تو ليست دي لحد هنا كده، يعني ده كده الاويت، ده كده السطر اللي انا معلم عليه ده دلوقتي، ده كده هو ده السلكت استريك فروم برودكت. انت كده هترجع لي كل حاجه. ماشي. هاجي بقى انا بعد كده اعمل ايه؟ اقول له لا، بدل ما انت ترجع لي كل حاجه، انا عايزك ان انت تروح ترجع لي بقى بالسبيسيفيكيشن اللي انا طالبها منك. عايز دي، وعايز دي، وعايز دي، وعايز دي. تمام. بس ده كده كان مفهوم السبيسيفيكيشن، احنا ليه عايزينه اصلا، ليه بنستخدمه، ايه المشكله اللي واجهتنا عشان نحلها بيه. ايه اصعب حاجه هنواجهها هنا؟ موضوع السبيسيفيكيشن. ان انت خلي بالك، انت السبيسيفيكيشن ده هيبقى مالك الابلكيشن كله. ده انت عندك برودكت، وعندك كاتيجوري، وعندك يوزر، وعندك نوتيفيكيشن، وعندك ياما بقى قابل، عندك اوردر، عندك ريكويست. بص انت عندك كام جدول المفروض ان ده يخدم عليهم كلهم. ده اللي هيبني لهم الكويري بتاعتهم. يعني ده كده كده اللي هيكتب الكويري، وبعد ما يكتبها يروح يحولها لسيكوال هنا في الايفالويتور ده. فانت الموضوع هيكون يعتبر من اصعب الحاجات اصلا في الفهم، واصعب الحاجات. بس يوم ما تشتغل بيه اتفرج على البرفورمانس عامله ازاي، اتفرج الموقع هيكون طلقه ازاي عندك. يوم ما حد يجي يقول لك انت بتشتغل ازاي، لو انا كتبت لك جمله كويري مثلا عاليه كده، او قلت لك هات لي وير كذا واند بقى واور، وزود بقى براحتك اند واور ومش عارف ايه، واعمل لي جوين ل 30 90، اقول له ان شاء الله تعمل جوين ل 1000 تيبل، مش هجيب لك الداتا كلها برضه غير وانا رايح بالجوين دي هرجع لك ايه من الداتا بيس بتاعتي. بس دي كانت فكره السبيسيفيكيشن. حد عنده اي سؤال لحد هنا؟ هو السبيسيفيكيشن مش المفروض تكون ما بين السيرفيس والريبوزيتوري، مش الريبوزيتوري والداتابيس؟ ايوه، هتكون ما بين السيرفيس والريبوزيتوري. ايوه صح، هتكون ما بين السيرفيس والريبوزيتوري. بعد كده انا لما اروح للريبو، انده للريبو ده، هكون باعت له عندي في الكونستراكتور بتاعه، هكون باعت له حاجه، هكون باعت له الكلاس ده. يعني انا هعمل ايه بكل بساطه؟ عشان برضو ايه كده، انا كنت بشرح بس الموضوع بتاعي. انا بالسيرفيس دي هاجي، السيرفيس دي هتعمل حاجتين. ماشي. بص تعالى نبنيها كده ايه. كويس ان الموضوع كنت اوضحه يعني، بس كويس ان هو خلاص كده كده يتوضح دلوقتي. انا عندي كنترولر، تمام. خلينا نمسح طيب الكلام دوت، ونمشي واحده واحده. ماشي. دلوقتي انا السبيسيفيكيشن دي مكانها هيكون فين؟ انا حطيتها هنا عشان بس افهم ان احنا رايحين بالداتابيس بيها. يعني مين في الاخر اللي هيروح بالسبيسيفيكيشن ديت؟ الريبو. الريبوزيتوري بتاعه هو اللي هيروح ينده للداتابيس برضه. طب انا ببنيها فين؟ بدايتها الانيشاليز بتاعها بيكون فين؟ بيكون في السيرفيس. انا بكل بساطه الكنترولر هيروح يكلم السيرفيس. السيرفيس دي هيكون ليها طريقين. طريق بتجيب بيه الريبو، وعقبال يا عم لما الريبو دي تيجي، انت طالب مني ايه؟ هل انت طالب فيه وير مثلا وانكلود، وعايز تجيت باي اي دي وير وكذا والكلام ده؟ خلاص روح كده انده لي السبيسيفيكيشن هنا. دول الطريقين عند السيرفيس. هروح ابيلد، اعمل بيلد للسبيسيفيكيشن، وفي نفس الوقت وانا ببيلد السبيسيفيكيشن هكون رايح اجيب الريبو بتاعي. طيب انت رايح تجيب الريبو بناء على ايه؟ خلص السبيسيفيكيشن ديت ورحت جبت الريبو، ابعت لي بقى الكلام ده، ابعت لي الكلام ده بقى بالريبو. ابعت بقى السبيسيفيكيشن دي بالريبو عشان تروح بالريبوزيتوري بالداتابيس. يبقى انا كده في الاول في الاخر مين اللي رايح للداتابيس؟ الريبوزيتوري ولا السبيسيفيكيشن ولا السيرفيس؟ الريبوزيتوري. الريبوزيتوري ده راح شايل ايه؟ راح شايل السبيسيفيكيشن. مين اللي عمل السبيسيفيكيشن؟ السيرفيس. طب مين جاب الريبو؟ اليونت اوف ورك اللي اصلا السيرفيس هي اللي ندهته. يعني اتمنى تكون وضحت. ممكن نعيدها تاني برضو لو حد معلق معاه، او ازاي. انا المهم عندي كله ان ده يروح معاك كويري.
تمام. احنا في رسمه هنعملها تكون حلوه جدا في الاخر، هتوضح الفلو ده كله ماشي ازاي. يبقى انا الكنترول بيكلم السيرفيس، السيرفيس بيروح لطريقين، اول طريق فيهم هيروح له هو السبيسيفيكيشن، لازم يبيلد السبيسيفيكيشن. عملت بيلد السبيسيفيكيشن ورجع لك في السيرفيس، روح بقى انده اليونت اوف ورك وهات الريبو. بعد ما تجيب الريبو، ابدا بقى اعمل اساين للسبيسيفيكيشن دي للريبو اللي جالك عندك. يعني انت رجعت كده بالريبو خلاص، تمام، الريبو بقى معاك هنا، انت الريبو خلاص، الريبو هو اللي بقى معاك. ابدا بقى دخل السبيسيفيكيشن دي في الريبو. الريبو جاي لك بايه اصلا؟ جاي لك بسيلكت استريك فروم برودكت مثلا، تمام. طيب هو جاي لك بكده، انت عايز تضيف عليه ايه بقى؟ لا انا اقول له والله انت، انا مش عايز اسلكت استريك بس، ضيف لي بقى الكلام ده دوت مثلا وير اللي مش عارف ايه والكلام ده. اكون انا بعته له في الريبو، الريبو هيجي لي كده جاهز. خلاص انا بعت السبيسيفيكيشن وبعدين الريبو، ورجع لي الريبو وهو جاهز ومعاه كل حاجه، تمام. الريبو بعد ما اروح للداتا بيز ومش عارف ايه يروح راجع لي، هيرجع لي بقى الداتا، ترجع على الريبو، ترجع على السيرفيس، تكون فيها كل الكلام ده كله. يبقى ده هيتعمل له انيشاليز فين؟ السبيسيفيكيشن هيتعمل له انيشاليز في السيرفيس عادي، الانيشاليز بتاعه هيكون في السيرفيس. طب هبدا انده عليه امتى او هستخدمه فين؟ او مين اللي هيبقى متولي مسؤوليه ان هو يحول الكويري اللي انا بعتها اللي هي الوير والجوين والاوردر والكلام ده؟ مين اللي هيشيله؟ مين اللي هيشيله ويمشي بيه؟ الريبو هيشيله ويروح بيه فين؟ الداتابيز. بس ده كده الفلو بقى بجد. بس هيبقى ان شاء الله في الاخر كده هتبقى الرسمه نضيفه شويه يعني عن كده. حد عنده اي سؤال تاني؟ حد عشان اقفل الفيديو كده لحد هنا ولحد ما نروح بقى نعمل امبلمنتيشن. مش نقفل الفيديو.